انه انا شايف ان نادي الزمالك محتاج قوه مرتضى منصور، محتاج حبه للعمل وسرعته في الاداء وقوته. وانا برضو في ناحيه تانية ان هو ابويا. فانا هستاذن حضرتك في ناحيه انسانيه هستاذن حضرتك ان انا عايز ابوس ايده قدام الناس، لان هو اللي علمني وهو اللي صنع مني. لا هو اللي صنع مني. انا الناس بتشكرني انا الناس بتشكرني. انا ما عملتش حاجه غير اللي هو علمها لي. حافظت على فلوس نادي الزمالك، وحافظت على نادي الزمالك وعلى الموظفين الغلابه اللي في نادي الزمالك اللي اتظلموا كتير. فهستاذن حضرتك بس يا احمد اتفضل. طيب يعني شعور جميل من احمد. طبعا اكيد يعني هم اتربوا كويس، هو امير واميره الحمد لله، تربيه كويسه الحمد لله. ويمكن هو اتاثر لانه افتكر بقى سنوات الظلم اللي انا اتحبست فيها واتشطبت فيها، وممدوح عباس لما شطبني، وعبد الله جورج لما شطبني، واخد بالك، ولما زوروا ضد انتخابات مجلس الشعب وضرب عليا نار 7 8 مرات. هو طبعا عايش هو واخوه واخته، وطبعا زوجتي الفاضله الحاجه يعني عاشوا معايا كل ده. ومع ذلك بقول له بص يا احمد، اللي ربنا معاه اوعى تخاف عليه. تانية ان هو ابويا. فانا هستاذن حضرتك في ناحيه انسانيه هستاذن حضرتك ان انا عايز ابوس ايده قدام الناس، لان هو اللي علمني وهو اللي صنع مني. لا هو اللي صنع مني. انا الناس اللي في نادي الزمالك اللي اتظلموا كتير. فهستاذن حضرتك بس يا احمد اتفضل. بتشكرني انا الناس بتشكرني. انا ما عملتش حاجه غير اللي هو علمها لي. حافظت على فلوس نادي الزمالك، وحافظت على نادي الزمالك وعلى الموظفين الغلابه. انه انا شايف ان نادي الزمالك محتاج قوه مرتضى منصور، محتاج حبه للعمل وسرعته في الاداء وقوته. وانا برضو في ناحيه. طيب يعني شعور جميل من احمد. طبعا اكيد يعني هم اتربوا كويس، هو امير واميره الحمد لله، تربيه كويسه الحمد لله. ويمكن هو اتاثر لانه افتكر بقى سنوات الظلم